أحمد السقا رغم كل اللي عملته معاه طليقته مها صغير، لكنه طلع جدع وابن أصول ومش عايز يسيبها في أزمتها، لدرجة إنه كلم الرسامة الدنماركية وقال لها أنا مستعد أدفع كل اللي أنت عايزاه عشان نحل مشكلتك مع مها. وبعد كده قال لابنه ياسين يوصل لوالدته رسالة إنه واقف في ظهرها حتى بعد كل اللي اتعامل معاه. فتعالوا معايا أعرفكم تفاصيل اللي حصل من أحمد السقا في مكالمة التليفون مع الرسامة الدنماركية ليزا، وليه يا ترى عايز يحل المشكلة بتاعت طليقته، والأهم من كل ده هي مين اللي وصلت الخبر للرسامة الدنماركية وخلاها تعرف إن مها خدت رسوماتها وعرضتها في برنامج منى الشاذلي على إنها بتاعتها وإن هي اللي رسمتها. تابعوا بقى معانا الفيديو ده وهتعرفوا كل حاجة من طقطق لسلام عليكم. مشكلة كبيرة قوي وقعت مها الصغير نفسها فيها بعد ما طلعت في برنامج منى الشاذلي تشتكي من الظلم الرجالي اللي تعرضت ليه على ايد احمد السقا طليقها. مها الصغير طلعت مع منى الشاذلي وقعدت تتكلم عن مواهبها وحكت ازاي هي رسامة شاطرة جدا وعندها لوح جميلة هي اللي رسمتها بنفسها، وعرضت نماذج من اللوح دي في البرنامج وما كانتش تعرف انها تقع في شر اعمالها وان الحقيقة هتتكشف وهتبقى فضيحة بجلاجل. بعد ما البرنامج خلص وطلعت مها اتشحتفت وعرضت اللوح، مفيش بس كام يوم وهوب طلعت رسامة دنماركية بتقول إن مها الصغير سرقت أعمالها الفنية، إنها عرضتها على إنها بتاعتها من غير ما تستأذن، والقصة انتشرت على السوشيال ميديا وبقت فضيحة. واللي زود المسألة أكتر إن مها الصغير اعترفت إنها سرقت اللوحات واعتذرت للرسامة الدنماركية ليزا على غلطتها في حقها. بسبب كده الناس هاجمت مها الصغير بطريقة مش طبيعية، وكل الناس قالت ده ذنب أحمد السقا. بس السقا كان له رأي تاني وحب يقف مع طليقته ويعمل حركة جدعنة، اتصل بالفنانة الدنماركية عشان يلم الدور بأقل خسارة ممكنة. قال لها معاكي كل اللي تحتاجيه أحققه، بس يا ريت تقبلي اعتذار طليقتي وبلاش محاكم. الغريب بقى إن ستات كتير اتهمت أحمد السقا إنه هو اللي وصل حوار سرقة اللوحة للفنانة الدنماركية، بس اتضح إن الكلام ده مش صحيح، وإنه لاجل حظ مها الأسود كان في فنانة تشكيلية مصرية بتتابع برنامج منى الشاذلي وقالت لنفسها أنا شفت اللوحة دي فين، ولما افتكرت صاحبتها راحت فضحت مها الصغير وكلمت الفنانة الدنماركية وقالت لها الحقي في مقدمة اسمها مها الصغير من مصر نسبت اللوحة بتاعتك لنفسها. حاولت الفنانة الدنماركية تتصل على برنامج منى الشاذلي أكتر من مرة بس محدش رد عليها، فقررت تكتب بوست على انستجرام وتشرح القصة، وطبعا الناس في مصر ما بيتبلش في بقهم فولة وراحوا شاركوا البوست. السقا لما شاف الهجوم كاسح على طليقته مها الصغير راح جايب اكونت الفنانة الدنماركية وكلمها وقال لها انه مستعد يدفع من 1,000,000 ل10 بس تتنازل وتسامح طليقته، وده كله عشان خاطر سمعة ولاده. في النهاية يا ترى ايه رأيكم في تصرف أحمد السقا مع الفنانة الدنماركية؟